محمود عبد العزيز، أسرار الساحر وأرقامه القياسية وثروته الخيالية. متخيل إن محمود عبد العزيز اللي بقى ساحر السينما المصرية كان في الأساس بيدرس الزراعة وما كانش ناوي يدخل الفن أصلا، وده غير إن عنده أرقام قياسية في عدد الأفلام والجوائز، وثروته تخليه من أغنى نجوم الفن. في الحلقة دي هنعرف إزاي بقى ساحر وأسرار محدش يعرفها عنه. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار مشاهير العرب. محمود عبد العزيز الراجل اللي خلى التمثيل يبقى سحر. من اول ظهور ليه في السينما الجمهور وقع في حبه، بس ورا الكاميرا محمود عبد العزيز عنده حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفه بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن ارقامه القياسيه واخطر الحاجات اللي عملها في التمثيل واغرب حاجه عملها عشان يبقى الافضل، وكمان ثروته اللي اتخطت الملايين. محمود عبد العزيز اتولد سنه 1946 في الاسكندريه، ودرس في كليه الزراعه، وكان بيحب المسرح وشارك في مسرح الجامعه، ومن هنا بدات حكايته مع التمثيل. فاول ظهور لمحمود عبد العزيز كان في مسلسل الدوامة سنة 1973، وبدأ يكسر الدنيا في الدراما لحد ما اتعرض عليه دور في فيلم الحفيد سنة 1974، وبدأت رحلته مع السينما المصرية. في الثمانينات محمود عبد العزيز كان بطل أفلام الأكشن والرومانسية، وقدر يقدم أدوار خلت الناس تحبه في الكوميديا والدراما بنفس القوة، وده اللي خلى الناس تسميه الساحر. محمود عبد العزيز عنده أرقام تخليه يبقى متميز عن أي ممثل تاني، زي إنه مثلا شارك في أكتر من 90 فيلم و20 مسلسل، وده خلاه يبقى من أكتر الممثلين انتاجا في تاريخ السينما المصريه. فيلم الكيت كات كان علامه في تاريخ السينما المصريه، ومشهد جاي عم بخيت بقى من ايقونات التمثيل في مصر، وده خلى الناس تسميه الساحر بسبب قدرته على التقمص. محمود عبد العزيز هو الممثل الوحيد اللي جسد شخصيات وطنيه كبيره زي رأفت الهجاني، وده خلى المسلسل يبقى من اشهر المسلسلات الجاسوسيه في تاريخ الدراما المصريه. اما بقى فيلم البريء والعار والكيف دخلوا قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه، وده خلاه يبقى من اهم نجوم الفن في مصر. اسرار عن حياه الساحر. أول حاجة إدمان الصيد. محمود عبد العزيز كان بيعشق صيد السمك، وكان عنده قارب خاص في اسكندرية، وكان دايما بيقول إن البحر هو اللي بيديه الراحة النفسية. تاني حاجة الهوس بالغناء. محمود عبد العزيز غنى في أفلام زي الكيف والعذراء والشعر الأبيض، ونجحت أغانيه زي الكيمي كيميكا. محمود عبد العزيز كان بيتكلم العربية والإنجليزية والفرنسية، وده خلاه مطلوب في أفلام عربية وأجنبية. هواياته. محمود عبد العزيز كان بيحب الخيل، وعنده مزرعة خيول في الشيخ زايد، وكان دايما بيشارك في مسابقات الفروسية. محمود عبد العزيز كان عنده جوائز كتير، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم سوق المتعة، و5 جوائز من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة التميز من مهرجان كورتاج. كمان حصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون، وده كان تتويج لمسيرته اللي مليانة نجاحات. مسلسل رأفت الهجان اللي خلى محمود عبد العزيز ياخد جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون العربي، وده بسبب قوة التمثيل والإحساس اللي خلى الناس تسقف في بيوتها. أما بقى عن ثروته، فثروته الحقيقية بقت حوالي 50 مليون جنيه قبل وفاته، وكان عنده شقة فاخرة في الزمالك ومجموعة ساعات قيمة، وده خلى الناس تسميه الساحر، مش بس بسبب أدواره لكن بسبب مكانته الفنية كمان. اللحظات اللي ما بتتنسيش في حياة محمود عبد العزيز. مشهد الأغنية في فيلم الكيف، أغنية الكيمي كيميكا اللي بقت من أشهر أغاني الأفلام، ومشهد الأداء كان خرافي بسبب دم محمود عبد العزيز الخفيف وتمثيله الكوميدي. أما فيلم الكيت كات، مشهد العزف على العود وهو أعمى بقى من أقوى مشاهد السينما، وده بسبب تقمص محمود عبد العزيز للدور بشكل يخليك تصدق إنه أعمى بجد. في مهرجان القاهرة سنة 2006 محمود عبد العزيز خد جائزة أفضل ممثل، وقال كلمة شهيرة: الفن عمره ما كان سبوبة، الفن رسالة لازم نصدقها ونحبها. دي كانت حكاية محمود عبد العزيز، الراجل اللي خلى التمثيل يبقى سحر، واللي أثبت إن النجم الحقيقي هو اللي يقدر يعمل تاريخ بأدواره ومواقفه. إيه أكتر فيلم أو مشهد حبيته ليه؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الفن. أشوفكم الحلقة الجاية.